فيلمنا بيتكلم عن التحدي اللي بين الكونج فو الصيني والساموراي الياباني، ولكن بطل فيلمنا معلمه هيموت، فهيقرر انه ينتقم ليه. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. في اليابان بيكون الطلاب بيقولوا ان اليابان للشعب مش للجيش، واول ما بيوصل عصابة كوركي الطلاب بيهربوا منهم، وبتدخل العصابة الفصل وبيقولوا لتشن يخرج من الفصل وبيكسروا نضارة الأستاذ، ولما تحاول سوكو توقفهم بيحاولوا يضربوها، بس تشن بيمسكهم وبيخبط الكبير بتاعهم خبطة تنيمه في الأرض، وبيمسكهم يتسلى عليهم وبيكسر الكراسي والمقاعد اللي في الفصل عليهم، وحرفيا بيكسر دراعاتهم، وبيخبط واحد يكسر رجليه، وبيخبط واحد تاني بيخليه ما يعرفش يتحرك بقى، وبينزل فيهم ضرب وبقهم كلهم على الارض وبيصرخوا من الضرب اللي اخدوه. ولما بيوصل المعلم بتاعهم بيعتذر للاستاذ وبيدي لسوكو حق القلم بتاعها اللي اتكسر، ولما يحاول يعرف مين اللي عمل كده تشن بيقول له انا، وبيقول له انا من شنغهاي ومعلمي هاو. المعلم بيقول له انا اسف بس معلمك كان في قتال حتى الموت وخسر القتال وحياته امبارح. فبيقرر تشن انه يركب اول سفينه للصين، وبيودع سوكو اللي بتكون زعلانه جدا انه هيسيبها ويمشي، وبيقول لها قبل ما يمشي ان اليابان محتليه الصين، بس برغم كده هو مش بيكره اليابانيين. ولما بيوصل بيلاقي كل الناس بتتكلم عن موت المعلم، وان مدرسه جينجو ما عدلاش اي 30 لازمه. ولما بيدخل المدرسه بيلاقي تنج ابن المعلم وصاحبه بيتقاتل مع واحد ياباني، بس تنج بيمسكه هاتك يا ضرب، والتاني كل شغلانته انه يقع على الارض لحد ما بيمسكه وبينطلق قتال وبيمشي وهو مضروب. وبيدخل تشن يقدم العزف في المعلم واللي كان زي ابوه، وبيقرر تشن انه يروح لناجوشي معلم الكاراتيه الياباني اللي خلص على معلمه، بس تنج بيقول له انت عارف ان الانتقام ده مش قانوني، فقال له خلاص يبقى اكسر القانون. ولما بيروح هناك بيلاقي يجي 100 طالب، وبيجي واحد منهم يقول له اخرج من هنا يا صيني يا قذر، فبيخبطه يوقعه على الارض وبيتلم الباقي حواليه زي النمل، وبيبدأ القتال وكل واحد بيهجم عليه بيخبطه يا في بطنه يا في ضلوعه وبيقع على الارض، وبيبدأ يرميهم على بعض وبيكسر فيهم، واللي بيقع جنبه بيشوطه ويرميه بعيد اكنه غطى ازازة بيبسي. وبيستمر القتال وهو نازل تكسير واهانة فيهم وهو لوحده، ومحدش فيهم قدر حتى انه يخبطه، وكانوا واقفين حواليه وخايفين منه. ولما حد فيهم بيفكر انه يهجم عليه بياخد خبطة يرجع مكانه طيران، وبينزل تكسير فيهم تاني لحد ما ناجوشي المعلم بتاعهم بيظهر هو زانق واحد منهم، وبيبدأ قتال مع ناجوشي اللي خلص على معلمه، وبيكون القتال ده مفتوح وبينتهي بموت حد منهم، وبيمسك تشن ناجوشي وهاتك يا ضرب واهانة قدام تلاميذه، وكل ما بيضربه بيقول له ان المعلم لو كان سليم كان عمل منه طبق كشري، لانه حاسس ان المعلم بتاعه اتغدر بيه. وبيتعصب ناجوشي وبيحاول يهجم عليه بس في الفاضي لان تشن مسيطر عليه وبيضربه بسهوله. ولما تشن بيخرج بيلاقي الرجاله بتستناه بره، وبيكون في ضابط ياباني داخل مدرسه الكاراتيه اللي المعلم بتاعها وشه بقى خريطه من كتر الضرب، وبيروح تشن قبر المعلم بتاعه وبيفتحه، وبتكون الناس واقفه بتتفرج، وبياخد معاه الدكتور علشان هو متاكد ان اليابانيين سمموا المعلم لان مستحيل ناجوشي ده يقدر يهزمه. وبيوصل اخو المعلم وتنج وبيكون رافض موضوع فتح القبر ده، بس تشن بيكمل وبيطلع كبد المعلم، وفعلا بيكتشفوا ان المعلم اتسمم قبل القتال ولازم يعرفوا مين اللي عمل كده وينتقموا منه، وبيتجمعوا مع بعض في المدرسه وبيحاولوا يفكروا في الموضوع. واخو المعلم بيقول ان اللي بيطبخوا هم اللي سمموه، بس الطباخ بيتعصب عليه وبيقول له شغل البهايم ده مش عاوزينه، انا بحب المعلم زيك. وبيجي تشن وبيهدي الدنيا وبيعلم التلاميذ اسلوبه في القتال واللي هو خليط ما بين الياباني والصيني، وبيوريهم الاسلوب ده وبيكونوا مبهورين من قوته، وبيكون ابن المعلم واخوه بيتفرجوا ومش مصدقين. بعدها بيكون الضابط الياباني مع رجالته في مدرسه الكاراتيه وبيدخل عليهم ناجوشي اللي بيكون متعصب جدا لانهم سمموا المعلم وما قتلوش بروح الساموراي، وما كانش عندهم شرف ولسه هيضرب الضابط بيخبطه وبيشتغل وينزله على ركبته وبيكسر العمود الفقري بتاعه ويخلص عليه. وفي المدرسه بيكون تشن بيقول لنانج اخو المعلم ان المعلم مات مسموم بحاجه تنفسها، فبيقوم نانج ويقول له انت من وقت ما جيت وبتعلم التلاميذ اسلوب عكس اسلوب تنج، ولازم تفتكر انه ابن المعلم وحاليا هو المعلم وانه اكيد زعلان من اللي بيحصل ده، وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بتترمي جثة ناجوشي قدام المدرسة، بيفكر التلاميذ اليابانيين ان اللي خلص عليه هو تشن، وبيروحوا مدرسة جينجو علشان ينتقموا منه، بس بيلاقوا ان اللي هناك تنج. بيحصل قتال ما بين الساموراي والكونج فو، بيطلع اليابانيين السيوف وبتبدأ المدعكة ما بينهم، وبيكون المعلم تنج ماسك العصاية ونازل في اليابانيين ضرب وتكسير فيهم. وقتها بنت من اللي في المدرسة بتروح تنده الشرطة، وفي الوقت ده اليابانيين اللي معاهم سيوف كانوا بيتروق عليهم بياخدوا علقة محترمة واتهانوا اخر اهانة، وحاولوا يكسروا مكان المعلم اللي مات، بس التلاميذ مسكوهم كسروا المدرسة على قفاهم وهاتك يا ضرب. وبتوصل الشرطة وبتوقف القتال العنيف ده، وبيكون اليابانيين اللي معاهم السيوف هم اللي اتعوروا سبحانه.
وبيجي تشن واليابانيين بيقولوا للشرطة انه قتل معلمهم ولازم يتعدم. وبيجي وقت المحاكمة والشهود بيكونوا حاجة تموت من الضحك، لدرجة ان واحد فيهم بيقول انه شاف تشن بيخلص على المعلم بتاعه، ولما المحامي بيرفع ايده ويقول دول كام واحد بيقول له 9، بيرجع يلحق نفسه ويقول لا دول 7، مش بس كذاب، لا ده عنده حول ومتخلف، التلاتة مع بعض، وبيكون واضحين للشهود اي كلام، بس كده الجريمة هتلبس تشن. وبيجي شاهد جديد بس بيقولوا ما ينفعش يكون الشاهد صيني، وبيطلع ان الشاهد ياباني وبتكون سوكو، وبتقول ان تشن كان معاها طول الليل وما خرجش نهائي، وبيتحكم على تشن بالبراءة وبيمشي. ولما بيرجعوا المدرسة مفيش حد بيكون طايق سوكو لانها يابانية ولانهم محتلين الصين، بيقولوا لتشن يا اما سوكو تمشي من هنا او تمشي انت وهي مع بعض، بس تنجي بيقول له انت لازم تقتلني ولو كسبتني هتكون انت المعلم مكاني. وفعلا بيبدأ القتال، بيكون تينج بيهجم عليه بالشراسة وهو بيقعد يصد هجماته اللي ما بتخلصش، بيفضل الحال على كده وهو بيدافع بس، وبينج نازل عليه ضرب، ومن قوة الضرب كان بيكسر الحيطة، ولما تشن بيتضرب بيقرر انه لازم يهاجم، وفعلا ده اللي بيحصل وبيهجم عليه، وبيظهر قد ايه هو سريع وقوي، وبيضرب تينج بسرعة في وشه وفي صدره، ولما بيهجم عليه بقوة يقوم يضربه برجله في دماغه يطيره، وبيقوم تينج بالعافية وبيهجم عليه تاني، فبيضربه ضربة تطيره بتخليه يلزق في الحيطة ما يقومش تاني. ولما بيقول لتينج انا مش عاوز اكون المعلم ولا عاوز اسيب سوكو، وعلشان كده انا همشي معاها، وبيودع المدرسة، وتينج مرمي على الارض مش قادر يقوم. ولما بيروح بيحجز اوضة في الفندق، الناس بتشوفه مع سوكو وبيقولوا عليه ياباني وخاين وبيشتموه، ومش بيكون قدامه حل غير انه ياخدها ويروحوا يقعدوا في عش خشب بعيد عن المدينة، وبيكون زعلان لانه ساب المدرسة اللي بيعتبرها بيته واللي اتربى فيها، وفي نفس الوقت بيكون تينج زعلان لانه خسر تشن اللي كان زي اخوه اعز اصحابه، وبتكون المدرسة ما فيهاش حد قوي علشان لو اليابانيين اتحدوهم هتكون مشكلة، وده اللي بيحصل لما بيدخل 2 يابانيين برسالة من فانو اقوى مقاتل في اليابان وبيتحدى المدرسة، وبيحاولوا يلاقوا المعلم بس بيكون اكنه فاص ملح وداب وملوش اي اثر. في الوقت ده الطباخ بينده على جان وبيقول له فين الفلوس، وبيطلع الاتنين دول هما اللي خانوا المعلم وحطوا له السم، وبيقول له اصبر لما اليابانيين يسيطروا وهيظبطوك فلوس والدنيا هتولع معاك او فيك انت وحظك. وقتها الطباخ بيندم وبيقول انه لو كان عارف انه سم ما كانش اداه للمعلم، ولسه ما كملش كلامه قام جان خلص عليه وعلقه بالحبل علشان يبان انه انتحر. وبعدها بيلاقوا تينج وبيقولوا له على موضوع القتال بتاع بكره، وبيروح المدرسه يتدرب، وبيكون بيتدرب مع تلاميذه على القتال، بس بيبان ان مستواه مش زي الاول وبقى بيتدرب بسهوله اكتر، وبيكون تلاميذه خايفين لان مستواه مش زي الاول، وخصوصا ان القتال مع اشرس مقاتل في اليابان. وبيكون فانو واللي هو معلم تشن وعم سوكي جاله عند البيت، وبيقول لبنت اخوه انت اتجوزتي؟ فبتقول له لا لسه، فبيقول لها كويس علشان ما كنتش السبب انك تكوني ارمله. وبيبدا قتال ما بين تشن وفانو، واللي بيقدر يقطع ورق الشجر من سرعه ايده. لما بيهجم على تشن بيكون سريع بغباء لدرجه انه اسرع من عينه نفسها، وبيهجم عليه وبينزل فيه ضرب، هو بيحاول يصد ضربه على قد ما بيقدر، هو عجوز بس نينجا، وبيكون تشن بالنسبه له مش احسن حاجه والموضوع صعب، لحد ما بيهجم عليه وبينزل ضرب فيه، بيعجب فانو باسلوب هجومه، وبيبدا القتال يولع ما بينهم تاني وهم قريبين من بعض وهاتك يا ضرب، وبيكونوا لازقين في بعض، وده يضرب شويه والتاني يضرب شويه، وبيبدا تشن يضربه بدل المره 10 وبيضربه يطيره من مكانه. ولما تشن بيلاحظ ان فانو مش عارف يقاتل بسبب الهوا الجامد بيلبس على عينه قماشه وبيتحاربوا، ورغم كده بيكون القتال هنا وهناك، ده بيهجم شويه والتاني يضرب شويه، ومفيش ملامح للقتال، والاتنين عندهم سرعه وقوه رهيبه بتخليهم يضربوا في بعض وبيصدوا الهجوم بسهوله. وبعد محاولات كتير منهم انهم يتخلصوا على بعض انتهى القتال، ويعتبر اللي فاز فانو، وقال لتشن اقوى راجل في اليابان مش انا، الاقوى واللي لازم تخاف منه هو الضابط جيتا، وبينصحه انه يحاول يستخدم اسلوب اللي بيقاتله في صالحه، ومحدش وقتها هيقف قدامه، وبيقول له انه هيرجع اليابان ومش هيقاتل حد تاني. وفعلا بيقعد مع السفير وبيكون ضد ان اليابان تحاول تسيطر على الصين زي ما الضابط جيتا كان عاوز يعمل. وبعدها بيعرف جيتا ان فانو رجع اليابان ولازم هو اللي يقاتل تينج، وبيظهر قد ايه هو مش بني ادم وعامل زي الوحش، وبيكسر الصخر بايده وبيكسر الطوب بدماغه، ومش من السهل خالص ان حد يقدر يخلص عليه، وشكل تينج حد داعي عليه من اللي هيحصل فيه بكره. بالليل بيجي تينج لتشن يقعد معاه وبيتدربوا مع بعض، وبيكون حاسس انه هيموت في قتال بكره، وبيقول لتشن لو حصل لي حاجه ابقى علم التلاميذ من بعدي. لما بيرجع تشن البيت بيلاقي سوكو مشت وسابت له رساله لانها عارفه انه مش هيقدر يقاتل طول ما هي موجوده معاه، لانه مش هيقدر يمثل المدرسه في القتال. وبيكون يوم القتال تشن بيلحق تينج علشان يروح معاه، بيلاقوا الضابط بيستناهم وبيوري لهم جان اللي حط السم للمعلم هو والطباخ، وبيقول لهم الكلام ده،
بيخلص على جان قدامهم، وبتدخل جنوده تاخد جثته، وبيقول لهم ان معاه يافطه مكتوب عليها اغلاق مدرسه دينج وو، وان القتال ما بينهم على اللي يعيش، ولو تنج عاش يبقى يكسرها، ولو مات الظابط هيعلقها ويقفل المدرسه. وقتها تنج بيتعصب وبيهجم بسرعه على جيتا اللي بيخبطه بايد واحده يطيره بعيد، وبيرجع يهجم عليه وبيخبط فيه بس في الفاضي لان جيتا مدرعه، وبيخبطه يوقعه تاني، وبيرجع يهجم عليه وبينزل ضرب فيه بس مفيش حاجه بتاثر فيه نهائي ولا اكنه حديد، ويصد ضربه بدماغه بيقوم يضربه يطيره على الازاز يقع متعور وخلصان، ويقوم جيتا يرمي اللوحه عليه علشان يخلص عليه، لولا ان تشن دخل وكسر اللوحه وانقذه. وبيبدا القتال ما بين جيتا وتشن، واللي بيخبطه يبعده في الاول، وتشن بيضربه ضربتين في بطنه والتالتة على قفاه، وبيحركه من مكانه بالعافيه، ولما بيهجم عليه تاني بيصد ضربته برقبته المفتري، وبينزل ضرب في تشن اللي بيحاول يصد على قد ما يقدر، لان لو الضرب ده جه فري هيجيب اجله. وجيتا ما بيرجعش لورا وبيهجم على تشن برجله وبيكسر المكان، حتى لما تشن بيصد ضربه من ضرباته بيرجع لورا من قوتها، بيهجم عليه ويضربه في وشه ويوقعه على الارض لاول مره بعد ما كان فاقد الامل. بعدها كيتا بيقوم له وينزل فيه تكسير وضرب من كل الاتجاهات، وبيهجم عليه زي الطور، بيخبطه بالدماغ ويلزقه في الازاز ويتعور، ولسه يخبطه واحده كمان فلت منها وخبط هو في الازاز. كيتا بيستخدم كل اعضاء جسمه في القتال، ناقص بس يعض تشن، بيضرب تشن ويوقعه على الارض، وما بيكونش عارف يوم تاني بعد العذاب ده. ولسه جيتا بيضحك لقى امله فزعل تاني، وشكله كده مش هيرجع غير لما يخلص عليه. تشن بيحاول يستخدم نصيحة فانو، بيقدر يستخدم قوة جيتا في صالحه، وبينزل فيه ضرب وتلطيش وبيرجعه يسند على الحيطة، وبيهجم عليه يخرجه بره خالص، وبيرجع القتال يولع التاني ما بينهم، وبيخبطه في وشه وبيعمل من عينه فراولة، وبيمسكه يرميه على الخشب يكسره، ولسه بيهجم عليه التاني اشتغله رماه على الصخرة كسرها، ومسكوا تكسير وضرب في الوش وفي مكان قلبه ودمره خالص، والاتنين مسكوا بعض ضرب في البطن كل واحد شويه، وشكلها كده مش هتخلص الا بموت واحد منهم. وجيتا بيستغل هجوم تشن وبيمسكوا يضربه ويشوطوا يرميه جوه البيت تاني، بس المره دي طيران، وبيكون تشن على الارض مش قادر يتحرك، وجيتا داخل بينط يكسر البيت، فبيقوم تشن ويحاول تاني مع الطور ده، بس هو بيهجم عليه وبينزل تكسير في الازاز لحد ما تشن بينط عليه يوقعه، وبيحصل ما بينهم قتال تكسير عظام وبهدله، ويكون تشن بيحاول يسيطر عليه، وفعلا بيضربه كام ضربه ورا بيقع على الارض وما بيقدرش يقوم تاني، فبيروح تشن يطمن على تنج اللي بيكون قاعد في جنب بيفرفر وماسك قلبه، وبياخده علشان يمشوا، بس جيتا بيجيب سيف وبيحاول يخلص على تشن، واللي بينقذه ان تنج حط ايده قدام السيف وبيعدي السيف من ايد تنج، وبيهجم تشن على الخنزير ده بس بيكون معاه السيف وبيضربه بيه، فبيعدي في هدوم تشن، ولو كان قريب شويه كان هيعدي من جسمه، وبيحاول تشن يهرب من السيف لحد ما بيطلع الحزام وبيلسعه بيه، وبينزل فيه ضرب بالحزام وبيعنقله بيه على الارض، ولما بيهجم عليه تاني بيقدر يسيطر على السيف تحت الحزام فوق رقبه جيتا وبيخلص عليه، وبعدها على طول بتوصل القوات اليابانيه ولسه هتضرب عليهم النار، بتوصل قوات الشرطه الصينيه والسفير الياباني، وبيقول انه هيحلها ودي، وان لازم علشان الصين ما تتبهدلش من الحرب اللي هتنتقم من الصين بسبب موت الضابط لازم حد يتقدم للمحاكمة بتهمة قتله، ويقرر تشن انه يكون الضحية دي، فالسفير الياباني بيقول له بلدك هتكون مدينة ليك بالخدمة العظيمة دي، وبعد كده الناس بتتكلم في الشارع عنه زي ما بتتكلم عن الأبطال والأساطير، وبيتفقوا معاه بعدين انه لازم يسيب البلد خالص، وهو بيختار يكمل حياته في اليابان لانه لو مش هيقدر يعيش في بلده فعلى الأقل يعيش مع الست اللي بيحبها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده، ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس، ولو انت على الفيس ما تنساش الشير اللذيذ. سلام.